السلام عليكم. عاملين ايه واخبار يومكم؟ يا رب يكون يوم خير علينا جميعا يا رب. النهارده ان شاء الله يوسف بقى جنب من النوم، قال يا ماما انت عامله عيش فين؟ وامبارح انا عايزه اكل النهارده كبده. احملي لي سندوتشات كبده بالعيش الفينو. يا ابني كبده ايه؟ هنطبخ اي اكل تاني؟ قال لا انا عايزه افطر كبده. تحشيلي يعني اعمله سندوتشات كبده بالعيش الفينو. كنا طبعا انتوا عارفين يعني. ازاي يا ابني النهارده مفيش كبده عندي؟ قال اي كبده، مش عندك كبده فراخ؟ قلت له عندنا كبده فراخ. قال اعملي بيها. عملت شويه بصل كده اسكندراني، يعني طرنشات كده، اهو مسكتهم. إيه يعني ايه؟ دبلتهم على النار الاول، ومهديتها النار عليهم كده مع نفسهم. وقطعت الكبده فرح مني في طاسه تانية عشان اطلع منها ايه، اطشها يعني اطلع منها ايه، المية بتاعتها وكده. كلها كبدة فراخ يعني. اهو حط ده على عين وده على عين، وقطعت حباية طماطم صغيرة مع شوية فلفل كده وشوية شطة. ورحت حطاهم على ايه، على البصل. بس انا مهديه النار خالص على البصل بقى، عما يدبل يعني، عما يدبل كده ويدبل مع بعض. دي على عين وده على عين. ورحت بقى الكبده لقيتها طلعت الميه بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده. انا بحب اعمل الكبده كده، كبده فراخ، كبده مواشي، اي نوع كبده بعملها كده نفس الطريقه. تفضل معاكي فاتحه ولونها فاتح ولونها جميل. وتحس بقى بساعة ما تضيفي ده على ده تحسي بقى بريحتها كده وطعمها. لكن تخلطي على بعضه كده تاخده مباشر على طول على على الخلطة بتاعت الكبدة، بتبقى سمرة معاك ومش بيبقى حلو. اهو اقوم مصفيه بقى من الميه، واقوم حاطه على الايه، على التخديعه اللي انا عملتها، البصلايه بالجرنين الفلفل بحبيت الطماطم الصغيره. والله كانت ريحتها جميله وطعمها جميل، والسندوتشات تكون كانت عسل. يعني كانت شورت الواد دي كانت حلوه خالص، كانت تحفه والله العظيم. اهو مسكتها بقى عملتها ظبطتها حلو كده. وكنت حاطه العيش الفينو في التلاجة، كنت حاطاه يعني قبلها ايه، شلت يعني كنت مسوياه. اللهم صل على النبي. امبارح كان الجمعة، كنت مسوية اخر النهار وحطيت الصينية بحلها في التلاجة. ما كلوش منها اي حاجة امبارح، فطرنا يعني بيه النهاردة. وقمت عملت بقى الكبدة، حبة الكبدة دولا على السريع كده ما خدتش وقت. اهو لو حاسة ان هي هتلزق معاكم ممكن تحط لها بقى شوية مية كده بصوت تسويه. لو انا حاسة ان هي هتلزق، حطيت لها يعني ايه نص كوباية مية شاي كده صغير. اهو شوف لونها عامل ازاي، وحبة البهارات عليها كده. حطيت شعرها شطة، حطيت عليها فلفل اسمر وكمون وشعرة ايه، كزبرة مطحونة، وركتين لورا كده بس. وانا نزلت بشطة بقى، هي كانت حاطة على شطة خضرة، كانت مشطشطاها، كانت مشطشطاها كده اهي. والله كانت لونها تحفة وطعمها تحفة، والفاتحة لونها فاتح، تفتح النفس كده. هي ريحتها تفتح النفس، شكلها يفتح النفس. لو انت حاسه ان هي تلزق معاك وتقوم حاطه عليها ايه، حاجه بسيطه كده من شخشوق ميه بس. انا حاسه ان هي تلزق معاك، قمت حاطه لها نص كوبايه شاي وميه، ومهديه النار عليها وسايباها. ورحت لها بقى الكتاب بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. فطرتنا وحمدنا ربنا وشكرنا ربنا، والحمد لله. واجل حاجه بترضي العين. احنا كلنا فطرنا منها، يعني انا عملت كمية سندوتشات منها، كمية حلوة محترمة، كفتنا كلنا. انا عن نفسي كلت رغيف ونص، كل واحدة من البنات خدت لها رغيف، ودي اللي خد له يوسف خد رغيفين، محمد خد له رغيف وشوية كده. يعني كفتنا، مع انه كان طبق هو الطبسية دي غويطة يعني كبيرة، طبسية صيني غويطة. كانت يعني حطيت اللي في الطاسة كله فيها. بس كانت ريحتها والله جميلة وطعمها جميل، وكانت شرط ودي حلو. عملت لقيت الصبح ايه، من حوالي الساعة 10 11 كده. اهو بس يعني ما اقولكش بقى على ريحتها على طعمها وعلى شكلها. انا بحب الكبدة بالمنظر دي، تعملها بالمنظر دي، ما تسمرش معاك ولا تسودي معاكي ولا الكلام من النفس. بتعمل الكبدة تحس ان هي غمجت وسودت ولونها كده اتغير، وساعة ما تحط عليها البهارات لونها جفل. لا، اعملها بنفس الطريقة، سوي اي نوع كبدة من انت جايباها. والله العظيم كان طعمها تحفة. وشوية بقى العيش شجعونا، العيش اللي كنت عاملاها معاكم امبارح، يعني ما اقولش لكم. اهو
والله طعمها حلو وريحتها حلوة خالص، وفطارة كانت حلوة مع كوباية شاي كده بقى. باشا باشا باشا. انا عملت شاي وهم عملوا شاي على لبن، كان عندنا شاي لبن، عملوا شاي على لبن. وانا عملت كوباية شاي كده بس شربتها. كان طعمه حلو وكان ريحته حلو. متنسوناش كده باللايكات والاشتراكات عشان القناة تكبر وننزلكوا كل جديد. ويا ريت اللي يعمل بنفس الطريقة والله ما هينساها، مش هينساها. انا كنت الاول بعمل على بعضه، بس ما عملتها بنفس الطريقة ما، يعني ما بعملش الا كده. سوى اي نوع كبدة اعمليها معاك، هتحسي بقى ان انت بتاكلي كبدة بصحيح. هتحسي ان انت بتاكلي كبدة مع شوية عيش فينو، مع شوية عيش ابيض، مع اي حاجة. والسلام عليكم.